هي دي بقى الكفتة اللي قلبة الشارع المصري، اللي مكسرة الدنيا، اللي قلبة السوشيال ميديا، اللي كلنا بنحبها وبنموت فيها من كتر جمالها ومن كتر حلاوتها. كفتة الشارع المصري الخطيرة اللي كلنا بنموت فيها، لما نيجي نخرج كده لازم ناكلها من كتر جمالها وحلاوتها. هحضرها معاكم بطريقة سهلة جدا وبسيطة. أول حاجة هنحتاج لكيلو من الكفتة، طبعا دي كفتة بلدي بتتباع عند الجزار زي الكبدة والسجق كده. هناخدها هنكورها كده إلى كور صغيرة، طبعا حجم الكرة كده زي ما انت محتاجاه، ممكن تصغريها ممكن تكبريها على الحجم اللي انت محتاجاه. وهنعمل الكمية كلها كده هنكورها بالشكل ده كده. وبعد كده هنجيب طاسة على النار، هننزل فيها معلقة سمنة بلدي أو زيت أو أي نوع سمنة متوفر عندك. وبعد كده هنجيب الكفتة اللي احنا كورناها، هنزل بيها كده واحدة واحدة كده علشان تحتفظ بشكلها الدائري كده، واحدة واحدة كده واحنا بننزل لغاية لما ننزل الكمية كلها بالشكل ده كده. وطبعا أول ما ننزل كده الكفتة مش هنقلبها بالمعلقة لغاية لما تشمع كده من تحت وتبقى بالشكل ده كده. هنقوم بتقليبها واحدة واحدة كده، وطبعا هنسيبها كده لغاية لما تتحمر معانا وتبقى بالشكل ده كده. وهنجيب قرنين فلفل حراق كده طبعا حسب الرغبة، اللي ما بفضلش الحراق ممكن يحط رومي او فلفل الوان. وهنقلبهم كويس كده مع بعض وهنسيبهم على النار هادية لغاية لما الكفتة تستوي معانا وتبقى معانا بالشكل ده كده لغاية لما كلها تتحمر من فوق ومن تحت كده. بسم الله ما شاء الله عليها، شكلها كده يفتح النفس وطعمها جميل بجد لو جربتوها. وهننزل عليها ب3 حبات من الطماطم متقطعين كده مكعبات الى قطع صغيرة تماما، وهنقلبهم كويس مع الكفتة كده. وطبعا هنغطي عليهم وهنسيبهم على نار هادية خالص لغاية لما الطماطم كده تتسبك معانا مع الكفتة كده وتبقى معانا بالشكل ده. وبكده الكفتة بتاعتنا بقت جاهزة معانا. بسم الله ما شاء الله عليها بجد، على طعمها وعلى ريحتها. ريحتها جايبة لآخر الشارع ما شاء الله عليها بجد، حاجة جميلة جدا وسهلة وسريعة. وطبعا ما تنسوش الملح ورشة فلفل الأسود. وطبعا الكفتة بتاعتنا بتيجي مملحة جاهزة وعلى التوابل بتاعتها، يعني ما تكتروش ملح وما تكتروش فلفل. انا حطيت رشة كده بسيطة من الملح علشان الطماطم اللي حطيتها. وهنقلبهم كده كويس مع بعض كده، وبكده الكفتة بقت جاهزة معانا. وتعالوا بينا نقدمها مع بعض. شوفوا بسم الله ما شاء الله عليها وعلى شكلها الجميل. طبعا الكفتة دي معروفين بيها زي الكبدة والسجق كده، لما نيجي نخرج لازم ناكلها كده. بجد جربوها، تحفة تحفة بجد. وطبعا انا هقدمها معاكم بالشكل كده، هنجيب طبق التقديم وهننزل بالكفتة وهنزينه كده بالبقدونس بالشكل ده كده. وطبعا هنقدم جنبها كده طحينة وشوية من المخلل وشوية جرجير، وطبعا العيش البلدي الجميل المصري بتاعنا ده، وشوية فلفل حراق كده. وبألف هنا ليكوا وعلى عيونكوا يا رب. ولو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو حابين نجرب أي وصفة مع بعض اكتبولي في التعليقات وإن شاء الله هنجربها. وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا رب يملى بيوتنا كلها خير.